في بلاغ وصل للبوليس بإن في ناس قدروا ينقذوا بنت مخطوفة من شابين، وكانت في أرض زراعية في مدينة المنصورة، والناس دي قدروا يسيطروا على واحد من الشابين دول. ولما راح البوليس لمكان الواقعة اكتشفوا إن البنت المخطوفة الشابين دول كانوا رابطين إيديها وباين عليها آثار ضرب، ومقطعين ملابسها العلوية وقلعوها ملابسها السفلية. والبوليس قبض على الشاب اللي احتجزوه الناس اللي اكتشفوا الواقعة دي، ويتعرف إن اللي اتمسك ده هو أخوها الصغير. ولكن إيه اللي حصل؟ وإيه اللي يوصل أخوها يعمل كده؟ مع إن مهما كان اللي حصل ده مش مبرر أبدا. بس نرجع للقصة من البداية. إسراء أستاذة جامعية، أبوها وأمها ماتوا هي وأخواتها صغيرين، ولأنها الكبيرة فهي اللي اتحملت مسؤولية تربية ورعاية إخواتها. ولما وصلت للسن القانوني ما كانتش قسمت أي حاجة من الورث، وخصوصا إن كلهم كانوا أسر وفلوسهم كلها في المجلس الحسبي، وما كانش هي اللي معاها الوصاية. واستنت لما اخواتها يوصلوا للسن القانوني علشان يقسموا الورث بينهم. ولكن لما كبر الأخ الأكبر منهم ووصل للسن القانوني بدأت معاملته ليها تتغير، وبقى دايما يضربها.